في الآونة الأخيرة برزت إحدى أهم الوثائق التي ترجع إلى العصر الفرعوني، وكانت تحمل الكثير من المفاجآت لكل من هو مهتم بالتاريخ وتطور الحضارات. إنها بردية. أهميتها تنبع من أنها تم استخراجها من مقبرة لم تمس من قبل، بردية عمرها ما يقارب من 2500 عام. السادة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله. معنا اليوم الدكتور آدم الأمير، أستاذ التاريخ الفرعوني بكلية الفنون جامعة النيلين. والدكتور آدم هو مكتشف البردية، وهي منسوبة إلى اسمه. أهلا بك دكتور آدم. أهلا بك وبمشاهديك الكرام. دكتور آدم، اسمح لي أن أهنئك على هذا الاكتشاف الكبير، واسمح لي أن أسألك، لقد كان معروفا عنك رأيك في عقيدة المصري القديم وأنه لا يمكن أن يكون مشركا، وهو ما يخالف رأي معظم من كتبوا عن الحضارة المصرية. كيف كونت هذا الرأي؟ وكيف ساهمت تلك البردية في تأكيد هذا الرأي؟ التصور العام أن الحضارة المصرية نشأت بعد أن استقر الناس على ضفاف نهر النيل، ثم أخذوا يفكرون في اختراع آلهة وعمل تماثيل وأصنام لتلك المعبودات ليعبدوها. وهذا التصور في حد ذاته طفولي جدا وفي منتهى الضحالة، فهناك الكثير من الأمور التي لا يمكن أن يكون تواجدها في مصر هو من قبيل الصدفة. فمثلا أننا نعرف أن النبي إدريس هو أول من خط بالقلم، وأن المصري القديم صاحب أقدم أبجدية في التاريخ. النبي إدريس هو أول من عرف علوم الفلك، وأن المصري القديم هو صاحب أقدم تقويم، كما أنه أول من رسم هيئة القبة السماوية. كذلك النبي إدريس هو من علم الناس بناء البيوت، والمصري القديم هو صاحب أعظم المباني القائمة حتى الآن. ألا ترين أنه من الصعب أن يكون اهتداء المصري القديم لكل هذه الأمور كان عن طريق جلوسه على شاطئ النيل والتفكير فيها؟ كذلك، هل يمكن وصف الحضارة المصرية القديمة بأنها حضارة وثنية، وهم قد آمنوا بالبعث والحساب والخلود، ومثلوا الحساب ومحاكمة ماعت بشكل يكاد يتطابق مع ما جاء في الكتب السماوية التي جاء بها أنبياء الله؟ دكتور آدم، كيف تمكن المصري القديم من بناء حضارة بهذا الشكل من الرقي والتقدم؟ ربما يصعب علينا وعلى ما نحن فيه من تقدم أن نجاري. سؤال ممتاز، وللرد عليه نحتاج أولا أن نوضح الأسس التي قامت عليها الحضارة المصرية، وهي فكرة دينية سماوية بحتة، أساسها أن الإنسان بعد الموت سوف يحاسب على أفعاله في هذه الحياة الدنيا، فإن صلحت دخل الفردوس، وإن فسدت فسوف يعذب. وكما ترين أنها تقريبا نفس الفكرة التي نادت بها الأديان السماوية الثلاثة، وعلى ذلك الأساس أنشأ المصري القديم حضارته. المجتمع المصري كان مختلف في الحرف والصناعات، وكذلك المستويات الاجتماعية، ولكنه كان متوافق على العقيدة. فالعقيدة عند المصري القديم كانت عقيدة التوحيد بكل ما فيها من متطلبات وأحكام، وقد قام المصري القديم بتشكيل مجتمعه ليتماشى مع متطلبات هذه العقيدة. فمثلا نجد أنه اعتبر الحياة الدنيا تمهيدا أو مدخلا للحياة الأبدية في العالم الآخر، ونرى ذلك بوضوح في محكمة الموتى، وكيف أن روح المتوفي يتم محاسبتها، وأن الميت يقوم بسرد الجيد من عمله ويتبرأ من السيء منه، وذلك حسب قوانين ماعت 42، وهي مجموعة من مكارم الأخلاق التي يذكرها الميت لنفسه. فمثلا نجده يبرئ نفسه من الخطايا والسرقة والقتل والكذب، وكذلك الفحش والشتم والخديعة والتجسس، وأيضا الزنا وفعل أو قول الشر أو التفكير فيه، وأنه لم يخرب ممتلكات الغير أو يلوث ماء النيل. وأنا هنا عندي ملاحظتان. الأولى، إذا نظرنا إلى مجتمع يحيا فيه كل إنسان وفقا لهذه الضوابط، فهل لنا أن نستنتج مدى جودة تلك الحياة؟ مجتمع يعمل أفراده في هذه الحياة الدنيا ونصب أعينهم مجموعة من مكارم الأخلاق، وهو يؤمن تماما أنه سيحاسب على هذه الأخلاق. هل يمكن تخيل شكل الزراعة والصناعة والبناء؟ الثانية،
ذلك المجتمع الذي يشكل فيه النبي إدريس القائد الروحي والمعلم الديني، ألا يتشابه ذلك مع مجتمع الأمة الإسلامية في بداياته مجموعة بشرية كانت خارج حسابات التاريخ، قيد الله لها رسولا كريما فعدل عقيدتها ونظم حياتها، فأصبحت أمة عظيمة في سنوات قليلة. فكما ترين إن عقيدة التوحيد التي أثرت المجتمع العربي فحولته إلى مجتمع منتج ومبدع هو نفس العامل الذي تفاعل معه المصري القديم منذ آلاف السنين، وهو نفس الحل لمعضلتنا في هذا الزمن. كل ما نحتاج إليه هو أن نفهم معنى التوحيد بنفس الطريقة التي فهمها به المصري القديم والعربي الأحدث منه، التوحيد الذي يضمن حياة دينية أساسها عبادة الله وحده من دون أي نقائص، وحياة دنيوية على درجة عالية من الجودة تعمق معرفة الإنسان بالمحيط الذي يعيش فيه، سواء كانوا أناسا آخرين أو بيئة محيطة به من حيوانات وجمادات. بعض الآراء التي تقول إن الفراعنة لصوص حضارة، فقد ورثوا تلك الحضارة بعد أن انتهى أمر من بنوها، فما هو تفسيرك لهذا الرأي؟ الحضارة المصرية كان لها خط قوي يربطها كلها، ألا وهو الكتابة. فإذا نظرنا للعالم قبل الطوفان العظيم سنجد أنه كان يحوي حضارات مثل المصرية القديمة والسومرية وحضارة وادي السند وغيرها، كلها حضارات لها إنجازات، ولكن ما تميزت به الحضارة المصرية بصفة خاصة هو اهتمامها بالكتابة كوسيلة لحفظ ونقل المعرفة. لن أقول هنا أن الكهنة ورجال العلم في ذلك الزمن تنبأوا بالطوفان العظيم، ولكنهم كانوا دائما على استعداد لحفظ العلم حتى يتم إخراجه والاستفادة به لاحقا. ولا أدل علي ذلك مما نجده على جدران المعابد وفي المقابر والسراديب، وربما حدث هذا لكثرة تعرض المصريون لفيضان النيل سنويا، وهذا ما حدث عند البداية الثانية للبشرية. فمن ولدوا على أرض مصر بعد الطوفان استفادوا من علوم من سبقهم وبنوا عليها.